السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. أهلا وسهلا بأصحابنا وزوارنا ومتابعينا ومدعمينا وكل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا. بنرحب بيكم جميعا. النهارده جايبين لكم حاجة جميلة قوي، بسم الله ما شاء الله. جبنا لكم النهارده الشيفروليه الألترا موديل 23. عايز تقول عليها بونبونايه، عايز تقول عليها تفاحيه، عايز تقول عليها، قول زي ما انت عايز قول. قول يا محمود فيها ايه العربيه وكمالياتها ايه معانا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا النهارده معانا الموديل الغني عن التعريف، الشيفروليه نيو اوبترا، العربيه اللي ثبتت نجاح في السوق المصري. طبعا العربيه دي توقف انتاجها خلاص، بس معانا النهارده لو عايز تشتريها زيرو معانا بفضل الله حاله كسر الزيرو زي ما الاستاذ اشرف بيصور العربيه معانا النهارده 10000 كيلو فابريكا بالكامل. 10000 كيلو 10000 كيلو بسم الله ما شاء الله. العربيه طبعا 10000 كيلو، صيانه ال1000 معموله، صيانه ال10000 معموله. يعني انت تركب وتتمتع على طول، يعني مش هتحط ايدك في جيبك غير المصاريف العربيه، تدفع فلوس من العربيه وتركب وتتدلع. بالظبط كده. يعني كمان الصيانه بتاعتك بعد 10000 كيلو. بسم الله ما شاء الله. طبعا النهارده العربيه كامله اكسسوار. يعني ايه كامله اكسسوار؟ يعني العربيه فيها اعلى فئه، فتحه سقف، جنود، سنسور بارك، فوج لايت، 2 ايرباج، اي بي اس، فيها طاره مالتي، فيها كمان معانا شاشه اوريجينال وكاميرا خلفيه، فيها اندرويد اوتو، فيها ابل كار بلاي. لا بس العربيه بسم الله ما شاء الله يا محمود، الله اكبر عليها. كانها مفيش اي تجاريح، مفيش اي خرابيش، مفيش اي حاجه تحس ان العربيه بسم الله ما شاء الله زيرو، والتحدي بدون جرام بويا بفضل الله ما شاء الله. طبعا الحاله موضحه، هي كانها زيرو ما مشيتش ما شاء الله. وفيها رخصه دي يا محمود؟ العربيه دي معانا فيها رخصه النهارده سنه ونص ما شاء الله. يعني سنه وزياده، يعني حتى ما فيش مصاريف ولا هترخص ترخيص، ولا هتعمل ولا هتصين ولا هتصرف جنيه عليها. بسم الله ما شاء الله. حتى الدواسات السري دي موجوده فيها. دواسات السري دي اغلى نوع. طبعا الفرش زي ما حضراتكم شايفين، فرش جلد زي ما حضراتكم شايفين. ودي الشاشه اللي انت بتقول عليها يا محمود؟ دي الشاشه بسم الله ما شاء الله. دي كام بوصه يا محمود؟ دي 10 بوصه. 10 بوصه متوصل فيها كاميرا خلفيه تمام، بلوتوث. عندي العربيه كمان مزوده بدرج سحري هنا زي ما احنا شايفين، لان اي حاجه متخصصه او بالمالك او حاجه مش عايز حد يلعب فيها. عندي مكان للتخزين هنا هون، وعندي الكتالوجات وكل حاجه بتاعه العربيه زي ما احنا شايفين. فواتير الصيانه بتاعه صيانه ال1000 وصيانه ال10 ما شاء الله. كتالوجات العربيه، كل حاجه، كل مشتملات العربيه موجوده زي ما هي ما شاء الله عليها وعلى حالتها. العربيه حالتها حلوه قوي، وفيها مكان مخرج لليو اس بي زي ما احنا شايفين. العربيه ما شاء الله اساسيات. عندي تويترات في البيبان بنحاول نوضحها، سماعات اماميه، اماكن تخزين. ما تتكلم يا محمود على العربيه وتحكي على العربيه. العربيه فيها كمان اوكر نيكر داخليه ما شاء الله زي ما الحاج اشرف بيقول، هي شكل ومنظر، وفي نفس الوقت العربيه واسعه جدا وفيها فاميه خلفي. العربيه دي من العربيات الاسريه الكبيره اللي تديك الثقه في السواقه، وفي نفس الوقت قطع غيار موجوده ومتاحه، وعربيه اثبتت نجاحها بسم الله ما شاء الله. ده بالاكياس بتاعتها يا محمود. الاكياس بتاعتها العربيه معانا النهارده زيرو، ومخادع راس اماميه ومخادع راس خلفيه. والعربيه فيها مخرج شاحن يو اس بي خلفي، مخرج ومخدع مخدع نص. تمام بسم الله ما شاء الله. الخلفي الجميل اللي نازل الازاز راميه اصلي طبعا. وطبعا العربيه نازله معانا بمواصفات امان، فيها 2 ايرباك، فيها فرامل اي بي اس، وده السنسور بارك بنحاول نوضحه معانا في التصوير، وفيها عواكس خلفيه في الاكسدام، فيها فوج لايت خلفي، ودي الكاميرا الخلفيه بنحاول برضو نوضح كل حاجه معانا. دي الكاميرا، يعني العربيه مزوده بكاميرا وسنسور خلفي. يعني بسم الله ما شاء الله مش محتاج ان انت تركب، العربيه هتركب لوحدها. مساحه الشنطه بتاعتها هنتفرج عليها، مساحه الشنطه كبيره قوي ما شاء الله على مساحه الشنطه. مساحه الشنطه محترمه جدا، والستبن بتاعها ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين ما نزلش. ده الاستبن الاوريجينال بسم الله ما شاء الله، ما استخدمش. يعني العربيه بحاله الزيرو يا محمود. العربيه ما نقدرش نقول ان هي العربيه مستعمله، نقول العربيه بحاله الزيرو او نقول عليها كسر الزيرو. ما شاء الله. ودي مشتملات المرور طبعا بتاع الترخيص الاولاني، الرخصه، المعاكس والطفايه والمثلث وشنطه الاسعاف. ومساحه الشنطه بتاعتها كبيره قوي تستوعب اي حاجه، والجناب بتاعتها مبطله موكيت، حتى باب الشنطه مبطل موكيت، عازل للحراره عازل للصوت. العربيه دي مميزه بعزلها المحترم وتكييفها القوي. العربيه طبعا عربيه قويه وعلامه شيفروليه غنيه عن التعريف. وطبعا توكيلها توكيل منصور، توكيل محترم. منصور توكيله برضه محترم وضمانه كويس جدا. يعني العربيه دي على كده ضمانها 5 سنين.
العربيه دي ضمانها 5 سنين. بسم الله ما شاء الله، يعني العربيه لسه برضه تعتبر في الضمان. طبعا العربيه ما مالهاش، العربيه موديل 23 كسر الزيرو. ما شاء الله العربيه وعامله صيانتها جوه التوكيل يعني في الضمان، وبفضل الله العربيه بحاله زي ما موضح في الصور وفي الفيديو. احنا طبعا مش بنهتم بالتفاصيل جامد، لان العربيه زي ما احنا شايفين العربيه الله اكبر عليها، العربيه فابريكا بره وجوه بالكامل زي ما احنا بنقول. الحمد لله مفيش اي خرابيش، مفيش اي تجاريح، مفيش اي حاجه تعوق العربيه. عندي اشارات مرايات كمان، عندي شدود سبور، غير وسائل الامان زي ما قال الاستاذ محمود، اير باج، اي بي اس، عندي الازاز كهرباء، مرايات كهرباء، التحكم في الاضاءه الخارجيه بتاعه الفانوس، الاضاءه الاماميه بتاعه الفانوس، الارتفاع او التوطيه بتاعتها. هندور العربيه ونشوف شكل العدادات بتاعتها. شكل العدادات بتاعتها زي ما احنا شايفين، العربيه عامله 10500 كيلو بالظبط، بسم الله ما شاء الله. العداد لسه عليه اللزقه بتاعته زي ما احنا شايفين، بنحاول ان احنا نوضحها يا رب يكون واضح. عليه اللزق بتاع الفابريكا زي ما هو. الشاشه زي ما احنا قلنا 10 بوصه، فيها كل حاجه، كار بلاي وجي بي اس. عندي مكان للتخزين هنا في العربيه، فيها كونسوله في النص، وعندي مخدع للسائق، مكان للكان، وعندي طفايه السجاير للمدخنين. طبعا عندي الزرار الرباعي. فتحنا التابلو وشفنا اماكن التخزين في العربيه. العربيه زي ما احنا شايفين بكياسها كلها. التحكم طبعا في فتحه السقف والاضاءه بتاعت الصالون من هنا. استيكرات الفابريكا بتاعت تفعيل الضمان زي ما احنا شايفين، طبعا الضمان اكيد متفعل فيها بتاع شيفورليه. فتحه السقف زي ما احنا قلنا، العربيه توب لاين، حتى السقف بتاعها بالاكياس بتاعه زي ما هو. العربيه استخدامها راقي جدا، صاحبها الاولاني محافظ عليها لدرجه كبيره. عندي الفتيس اوتوماتيك وستيبترونيك، يشتغل اوتوماتيك ومانيوال. وعندي اماكن تخزين في الجنب اليمين والشمال. طاره مالتي برضه، وعندي طاره مالتي زي ما محمود بيقول كده. تمام استاذ محمود، بالله عليك كده يعني فكرني لو في حاجه عدت مني او نسيناها نوضح ان شاء الله، نكون عند حسن ظنهم ونكون نقدر نوصل لهم الفكره والمعلومه كويس. يا رب نكون نوصل المعلومات. زي ما احنا قلنا اير باج، العربيه طبعا مزوده باي بي اس، وزي ما احنا قلنا شاشه. خدنا بصه باليمين وخدنا بصه بالشمال، وشفنا شكل العدادات بتاعت العربيه. زي ما احنا قلنا العربيه ما شاء الله عامله 10000 كيلو، ما فيش اي اعطال، ما فيش اي حاجه، الله اكبر عليها. هنبطل العربيه وهنبص على الصالون، على اوضه الموتور بتاعتها. عندي طاره جلد هاندي ميد غير الفرش الجلد الطبيعي زي ما احنا شايفين. العربيه اساسيات وحاله وكل حاجه زي ما احنا شايفين، بسم الله ما شاء الله، مش محتاجه اي حاجه. العربيه زي ما بنقول كده تعتبر كسر زيرو، مش هنقدر نقول ان هي زيرو لان العربيه معلقه نمر وعامله 10000 كيلو زي ما احنا شايفين، بسم الله ما شاء الله. حاله الموتور الله اكبر عليه. ده الموتور ده ال 1500 سي سي يا محمود. ده ال 1500 الموتور اللي هو اللي من غير تربو ومن غير اي حاجه، اللي من هو غير اي الدي في مشاكل تي. بالظبط كده. الموتور طبعا ثبت وجوده في السوق المصري، وما شاء الله العربيات بيانات والبيانات بتاعت العربيه ورقم الشاسيه بتاع العربيه من العربيات اللي بتستحمل الجو بتاعنا وبتستحمل الطرق بتاعتنا، واثبتت وجودها من 2014 في السوق. ما شاء الله على العربيه. العربيه كاساسيات وكحاله وكموديل. احنا بنتكلم النهارده في عربيه مستعمله، ونحب نوضح كمان ان فيها عازل في صدر العربيه، عازل حراري وعازل صوت. تمام. كل دي من مميزات. وعازل في الكبوت، عازل حراره. عازل حراره، ده بيعزل الحراره عن الصالون، شغل تكييف ما تسمعش اي صوت. ما شاء الله على العربيه، ما شاء الله على حالتها. اتفرجنا على العربيه من بره، اتفرجنا على العربيه من جوه. يا رب ما نكون طولنا عليكم، يا رب نكون وصلنا لكم المعلومه كامله. بنكبر بيكم، بنكبر معاكم. انتظرونا في القريب العاجل ان شاء الله بفيديو تاني، بعربيه تانيه، باسلوب احسن، بتوضيح اوضح. انا واخويا وحبيبي وشقي اللي بتك عليه واعتمد عليه محمود. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.